التيار الديني المسيس يعيش أسوأ لحظاته في التاريخ كله الذي قضاه منذ 1928 إلى اليوم، فقد مني بهزائم على جميع الأصعدة، وفشل في كل المشاريع التي كان يخطط لها، والتي كانت كلها تتركز في ضرورة السيطرة على الدولة والهيمنة من خلال القوانين والمؤسسات، وذلك لاستعادة الدولة الدينية، استعادة الخلافة، والعودة إلى تطبيق الشريعة، بمعنى استعادة كل الأخطاء السابقة وكل الأسباب التي أدت بالمسلمين إلى التقهقر ثم الاضمحلال. يريدون استعادتها على أنها هي الهوية، أي أن هويتهم في التاريخ هي ذلك الفشل وذلك الانهزام. على المستوى السياسي انهزم التيار الديني المسيس، سواء الإخوان المسلمون أو سلفيون أو غيرهم. انهزموا لأنهم دخلوا الحياة السياسية واقتحموها في كل بلد، وأحدثوا فيها لخبطة كبيرة، واستعملوا فيها وسائل لا تتعلق بالسياسة، استعملوا فيها العنف والترهيب، وكذلك استعملوا الإشاعة الكاذبة بشكل مكثف، واستطاعوا أن يكونوا لهم آلة جهنمية لنشر المعلومات غير الصحيحة حول خصومهم. وطبعا استعملوا دائما وبدون تحفظ طريقة التكفير لخصومهم السياسيين، واعتبروا أنفسهم حماة للدين، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا سواء في المعارضة أو في الحكم. فشلوا في المعارضة لأنهم لم يقدموا بدائل حقيقية تنفع الناس وتحل مشاكل مجتمعات منطقتنا. وفشلوا في الحكم لأنهم نجحوا في انتخابات ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى شيء، لأنهم بذلوا كل وقتهم في محاولة الهيمنة على الدولة والسيطرة على المجتمع عوض تدبير الشأن العام أو المشاركة في تدبير الشأن العام. ولم يكن غرضهم لا في مصر ولا في تونس ولا في المغرب ولا في اليمن ولا في ليبيا، لم يكن غرضهم المشاركة في تدبير الشأن العام، بل كان غرضهم دائما هو السيطرة التامة والكاملة على الدولة، ولهذا فشلوا. فسجنوا وامتحنوا في مصر، وسجنوا وما زالوا يمتحنون في تونس، ولم يسجنوا في المغرب، ولكنهم فشلوا وانهاروا انتخابيا، وما زالوا يعرقلون إلى الآن بناء الدولة في ليبيا. أما في اليمن فقد حولوا اليمن إلى خرائب بسبب إصرارهم على أن يمثلوا الدولة من خلال عصابة مسلحة تابعة لإيران، وهي عصابة الحوثيين. التيار الديني فشل سياسيا فشلا ذريعا، ولم يحقق نهضة لهذه البلدان، وإنما ساهم في مزيد من خرابها. على المستوى الاقتصادي كل الأفكار يعني الخيالية والوهمية اللي كانت لديهم حول الاقتصاد وحول البنوك الإسلامية وغير ذلك صار اليوم معلوما على أنه تحايل على الشريعة ولا أساس له في الاقتصاد المعاصر. فالمؤسسة البنكية لا يتجزأ من الدولة الحديثة، ومحاولتهم تعويضها لم ينجح لأنهم لم يستطيعوا أن يقدموا أي بدائل تخلق نهضة اقتصادية في منطقتنا. على المستوى الحركي المسلح فشلوا أيضا وانهزموا هزائم منكرة، سواء في داعش أو القاعدة أو أنصار الشريعة أو بوكو حرام أو يعني حركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو إيران والنظام الإيراني وأذرعه المسلحة أو حزب الله أو كل هذه الحركات المسلحة التي رفعت شعار الإسلام واعتبرت أنها هي البديل لم تحقق إلا المزيد من الانهيار ولم تحصد إلا الهزائم. على المستوى الاجتماعي فشلت هذه الحركات أيضا لأنها حولت مجتمعات منطقتنا إلى مجتمعات جهل وشعوذة وتخلف.
الأفكار التي نشرتها أفكار مضادة للعلم، مضادة لحقوق الإنسان، مضادة للحريات، مضادة للمساواة، مضادة لكل القيم النبيلة لعصرنا. ولهذا فشلوا اجتماعيا، وهم يعتقدون أنهم وهم ينشرون أفكارهم أنهم ناجحون. لكن للأسف ينبغي أن ننظر إلى النتائج. النتائج فادحة، بخسائر فادحة في العقول والأذهان، ولا يمكن أن يعتبر هذا نجاحا. الإصرار على العداء للمرأة ليس نجاحا، الإصرار على تزويج الطفلات ليس نجاحا، الإصرار على نشر كراهية الآخر المختلف ليس عداء، اعتبار الديانات كلها محرفة والإسلام وحده الصحيح ليس يعني نجاحا. كل هذا هو عبارة عن فشل في فشل، لأن المجتمعات التي صنعتها الحركات الإسلامية مجتمعات ممعنة في التخلف، عوض أن تنهض ازدادت تخلفا. وطبعا أشيع نوع من النزعة النكوصية، الكل يحلم بالعودة إلى الماضي، وأصبح الماضي أفضل من الحاضر، مع العلم أنه لا توجد لحظة أفضل في تاريخ البشرية كلها من اللحظة الراهنة اللي فيها يعني لقاحات ضد الأوبئة والأمراض الفتاكة، فيها قوانين عصرية متقدمة، فيها ازدهار اقتصادي للكثير من المجتمعات الإنسانية اللي فيها قدر من التدبير والحكامة. وطبعا ظل الوهم يهيمن على الواقع في عقول الناس بسبب هذه الحركات، حيث كلها تحن إلى الماضي. هذه النزعة الماضوية أخطر ما يوجد على مشاريع النهضة، لأنه لا يمكن لأي بلد أن ينهض وهو يبكي ماضيه السيء، لأنه مشكلة الإخوة المسلمين والسلفيين أنهم صوروا أخطاء المسلمين في الماضي على أنها ليست أخطاء، ولهذا يريدون إعادتها. وكل من لا يعترف بأخطائه يعيدها، لا يمكن أبدا أبدا أن يتجاوزها. ولهذا أعتقد أنه آن الأوان لأن نغلق القوس. يعني بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط خرجت من الاستعمار وهي تحلم بالتقدم، وتحلم بالتقدم مثلما فعلت اليابان. اليابان انهزمت مع الغرب فأخذت علوم الغرب واستفادت من الغرب ونهضت، بمعنى لم يكن لنا من حل آخر سوى أن نستفيد من الأقوى، أن نستفيد ممن هو أفضل منا على جميع المستويات، حتى على المستوى السياسي ديمقراطية يعني مترسخة، وحتى على المستوى الاجتماعي مجتمعات معرفة وليس جهل وشعوذة. فشلنا حتى في أن نأخذ بأسباب التقدم التي أخذ بها من انتصر علينا واستعمرنا. فلم نستفد من الأخطاء السابقة على الاستعمار والتي أدت بنا إلى الاستعمار، ولم نستفد بعد الاستعمار من عدم تكرار تلك الأخطاء، بل عدنا إليها نكررها هي نفسها. ففتح قوس هو قوس الإسلاميين، وبدأوا يصنعون من الأوهام ما شاء يعني ضميرهم أن يصنعوا. والآن علينا أن نغلق القوس لكي نعود ونربط الصلة بلحظة الحلم بالنهضة الحقيقية على أساس العلم والديمقراطية وحقوق الإنسان. علينا استكمال يعني مسلسل الديمقراطة والتحديث في هذه البلدان، لا بد من استكماله قانونيا وسياسيا بإحقاق ديمقراطية حقيقية، وهكذا سيختفي صوت المتطرفين. التطرف هو نتاج الفقر ونتاج الاستبداد. ثم علينا أن نغلق هذا القوس كذلك لكي نحقق تعليما حقيقيا، ليس تعليم سكيزوفرينيا، تعليم الفصام، يعني عالم قدم في 1000 عام في الماضي وقدم في العصر الحالي، هذا ليس تعليما. كل أنظمة التعليم في منطقتنا فاسدة وسيئة لأنها لا تقدم مشروعا منسجما. علينا إذن أن نفهم بأنه بدون ديمقراطية وتحديث ونظام تعليمي جيد، وبدون أن يكون الإنسان في الرتبة الأولى في الاهتمام،
أن يكون الإنسان أولا بوصفه كرامة. بدون هذه الأشياء لن ننهض أبدا. فعلينا أن نغلق قوس التطرف الديني، وأن نغلق قوس الحركات الدينية المسيسة، لأنها لم تفضي إلا إلى المأزق وإلى الطريق المسدود، وأن نفتح يعني أن نستمر في البناء الديمقراطي الذي بدأناه والذي فشلنا في إكماله. شكرا.